هذا الزوج ولا ليها منه ورث ولا ليها عليه حقوق، دي لو خلفت ما تعرفش تكتب الواد. ان اغلب مراد الله على هوايا. ما ينفعش يا ست البنات، لازم شعرنا يدخل لجوه، الرقبه تتغطى. والله بحب ربنا. وحياتنا كلها بنتعرض لاختبارات على مستويات اعمارنا. الشاب الصغير اللي هو لسه 14 يبدا يكون اختباره مختلف شويه عن اللي بدا في العشرينات وبدا ينزل سوق العمل. الصغير ده تلاقي اختباره مثلا في ان هو يتعلم الصلاه ولا لا، او يواظب على الصلاه ولا لا، او البنوته تلبس الطرحه ولا لا. حد اكبر شويه بدا ينزل سوق العمل، اختباره بقى اكتر، هيتحرى المال الحلال ويبدا يجيله فرص كتير. شاب من الشباب في كليه هندسه، هو في اخر سنه في كليه هندسه، والولد ده شاطر جدا، يجوله الشباب علشان يعمل لهم مشاريع التخرج بمقابل مادي رهيب. يعمل المشروع فلوس كتيره جدا ويكسب منه. بيقول لي لو انا عايز امشي في السكه دي هبقى مليونير في وقت بسيط جدا. ده غش يا حبايب. اول ما نكبر كل مرحله في عمرنا ليها اختبارها. واحده سيده ما شاء الله مبتلاه بضيق الرزق، انا ليا معاش من والدي وعايزه انا وزوجي نعمل انفصال على الورق علشان خاطر ارجع معاش ابويا، يبقى ده بالنسبه لي مصدر دخل. ده ممكن تستحل هذا الامر، تنفصل هي وزوجها على الورق. هذا الزوج ولا ليها منه ورث ولا ليها عليه حقوق، دي لو خلفت ما تعرفش تكتب الواد. بمال حرام. المال الحرام يا حبايب شؤم على الانسان. هل بقى في كل حالة من حالات الاختبارات اللي أنا بتعرض ليها في حياتي مراد الله سبحانه وتعالى هو الأفضل عندي وهو المقدم بالنسبة لي وهو الأولوية، ولا مراد نفسي؟ طول الوقت إحنا في الاختبارات دي، وكل واحد مننا على حسب ما بيتعرض وعلى حسب شغله وعلى حسب مكانه ومكانته وهكذا. الجو حر وفظيع، أنا عايزة أحط فيشة الكهرباء بره عداد. حرام يا حبايب. المال الحرام يا حبايب لما بيدخل جسم الإنسان زي المية بالظبط. الميه دي مش بتدخل في كل خليه فينا؟ تخيلي لو حضرتك انا جبت لك ماء ملوث وشربتيه، هكذا المال، الفلوس دي بتدخل في كل خليه فينا وفي كل نفع بنستنفعه. فلازم نتحرى فيه الحلال. مراد الله عندي اهم ولا مراد نفسي؟ صاحبتي او اختي الرحم اللي انا بتعامل معاها ما بحبهاش، مش عايزه اكلمها، ما بتعملنيش، ما بتسويلي، مراد الله عندك اهم ولا مراد نفسك؟ مراد الله اهم في اني اصل الرحم ويعني اجي كده واعصر على نفسي ليمونه واعمل اللي ربنا قال لي عليه، ولا مراد نفسي وكبريائي وكرامتي واللي حصل واللي بتاع؟ وهكذا في كل حاجه، في كل حاجه في حياتي بقى. ده اختبار، وده كمان مقياس ومعيار. زي ما انا بحب ربنا سبحانه وتعالى بقراءتي وبتلاوتي لكلام الله علشان اوصل لهذه المرحله، لازم ابدي مراد الله عليا. في ناس والله ما بيرضى يتكلم في التليفون من الشغل، من تليفون الشغل. دي حاجه بسيطه جدا، ما هو يعني بسيطه يعني تطمن على اهل بيتك. يقول لك لا، اصحاب الشغل عاملين ده المكالمات الشغل. النت يشغل الباقه بتاعته، ما يشغلش الواي فاي بتاع الشركه اللي بيشتغل فيه. حاجات بسيطه جدا بس بيتحرى بيها الحلال. صدقيني اللي احنا مش بنتحرى فيه الحلال بيتصرف. لو انت بتوفري لك 100 جنيه ولا بيوفر له 20 جنيه ولا بيوفر له 200 جنيه بيتفتح لها باب وبيتصرف. لكن لما يبقى جاي من الحلال ربنا بيبارك له، يبعد عنه بيها اسقام، ويبعد عنه بيها امراض، ويبعد عنه بيها ابتلاءات هو لا يعلم بها الا الله.